النهارده بقى هنعمل شوية دنش بالمانجا، حاجة في غاية اللذاذة والروعة. الموضوع كله كلفني بيضاية واحدة وشوية دقيق، أوفر كتير من الفول والطعمية لو هنحسبها بالورقة والقلم. شايفين بقى حاجة كده يعني تتكلم عن نفسها، لون وشكل وكمان ريحة وطعم خطير يا جماعة. شايفين طراوتها؟ تستاهل منكم اللي انتوا تنزلوا تضغطوا لايك واشتراك للقناة، وكمان ما تنسوش تشيروا لكل اصحابكم وحبايبكم. شايفين بقى الجمال؟ يلا بينا بقى ندخل على الفيديو على طول ونسمي الله ونشوف الجمال ده اتعمل ازاي. عندي معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هنزل عليهم بكوباية من اللبن، والكوباية دي اللي انا هستعملها في كل المعايير اللي انا هستعملها في الوصفة يا جماعة. عندي كوباية زيها مية، بس مش هحطها كلها دفعة واحدة، هحطها تدريجيا علشان اشوف الدقيق بتاعي هياخد قد ايه. لكن هي للأمانة خدت كوباية لبن وكوباية من المية. عندي بيضاية بقى، هاخد الصفار كده على جنب، والبياض هنزل بيه على الخليط بتاعي. ركزوا معايا. ومعلقة كبيرة من السمنة. مع كيس سمنة تقدري تعملي زيت عادي خالص، بس انا حابة استعمل سمنة يا جماعة، بتطري معايا الفطاير. عندي بقى 5 كوبايات من الدقيق بنفس الكوباية اللي انا استعملتها في اللبن والمية. هنخل الدقيق علشان العجينة تبقى ناعمة معايا. جميل يا جماعة. هعجن بقى بايديا، وطول ما في لسه دقيق هحط المية اللي انا حطاها جنبي كده على جنب تدريجيا. بصوا خدت الكوبايه كلها، كوبايه الميه كلها. فهعجن كويس. وقفت طبعا مش هحط تاني. هعجن كويس. ممكن الدقيق بتاعك ياخد زياده عن كوبايه الميه دي، ممكن، بس برضو ما تحطيش غير تدريجيا. هعجن كويس جدا لغايه ما العجينه تبقى ناعمه معايا بالشكل ده. هغطيها كده بطبقه من الزيت، واحط تحتيها طبعا طبقه زيت. هغطيها واسيبها تختمر يا جماعه. هنا بقى خمرت. وبسكينة أو سكاليبر هقطعها ل 12 كورة. تقدروا تقطعوها ل10 أو 8 كمان، حسب الحجم اللي يعجبكم. الحجم اللي أنا عملته اللي انتوا شفتوه في بداية الفيديو ده كان من 12 كورة. طبعا لو عملتوها على 10 كور أو 8 كور هتبقى أكبر من اللي أنا عاملاها. هكور بقى الأجزاء اللي أنا قطعتها بالشكل ده، واحطها على كيس أو على حاجة دهنها كده دهنة زيت خفيفة. بس كده. هغطيها بقى بكيس، واحط كده على الرخامة بتاعتي او على الترابيزة بتاعتي دهنة زيت يا جماعة. وهفرد بقى اول كرة انا قطعتها في البداية علشان تكون ارتاحت. هفردها بالشكل ده، وهديها رشة من السكر، وابتدي اللي انا ابرمها او ارولها بالشكل ده، وارجع ارولها تاني. وبعدين هتنيها بالشكل ده، واوقفها على سيفها يا جماعة. وبسكينة او سكليبر هقطعها من النص، وهعملها بالشكل ده. هعمل معاكم اكتر من واحدة علشان تاخدوا بالكم انا عملتها ازاي. طبعا احطها في صاج او صينية برضو مدهونة مادة دهنية، زيت بقى، سمنة، اللي انت حباه. هفرد بالشكل ده، وهرش رشة من السكر، وبرضو هبرم او ارول او هلف، حسب انتوا بتفهموا ايه او تعرفوا معنى الكلمة. هوقفها كده بسيفها، واقطعها برضو بالسكريبر او بالسكينة. هعمل معاكم واحدة كمان. بصوا خدوا بالكم الكورة بحط الناحية الناعمة لجوه او لتحت. جميل. انا عاملة معاكم دي من الناحية عشان تاخدوا بالكم. بصوا هفردها كده وبعدين اتنيها، اوقفها على سيفها، وبعدين بالسكينة او السكريبر هقطعها واتنيها لجوه. عندي بقى الصفار اللي احنا ركناه على جنب، احط عليه شوية لبن وشوية فانيليا برتقال.
بتدي ريحة حلوة جدا يا جماعة، ما بتخليش ريحة للبيت ابدا. وهدهن بيه كده بقى وش الفطاير بتاعتي او الدنش بتاعي. عندي بقى مانجايه طلعتها من الفريزر، وقطعتها طبعا، وهحط عليها شويه سكر، واعملها بالمضرب كده علشان انا محتاجه ان انا اصفيها من التفل بتاعها. بصوا بقى بدخلها على صاج، بدخلها على الشبكه يا جماعه في الرف الاوسط على درجه حراره 180. جميل. ولما بتستوي بتاخد معايا لون، ما بتستاهلش شبكه يعني، ما تبقاش مستنيه الشبكه هي بتحمر لوحدها. هغطيها بقى بكيس وبفوطه واسيبها تطرى كده معايا. ضروري يا جماعه ان احنا نغطيها بالكيس وبالفوطه علشان تطرى. طبعا ممكن ندهنها هنا دهنة سمنة تاخد لمعة اكتر من كده، لكن انا حابة ادهنها بالمانجا يا جماعة، بما اننا يعني في موسم المانجا والمانجا كتير ما شاء الله. فهندهن بقى الدنش بتاعنا من المانجا ياخد لون حلو، وكمان هياخد طعم حلو جدا. والمانجا كده هتطريها وهتنقلها في حتة تانية خالص. انا بالمكان اللي انا بشتريها منه بتبقى من مانجا او بالاناناس، انا بما ان عندي مانجا فاعملها بالمانجا. ممكن نعملها كمان بالعصير بتاع كمبوت الاناناس، برضو هتبقى تحفة جدا. شايفين بقى طراوتها وحلاوتها، مش قادرة اقول لكم عاملة ازاي. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدت منه، وهعرف باللايكات بتاعتكم الجميلة. مع السلامة.